الادوار التانية دايما بتبقى جامده، ويا بقى لو في ممثل جامد هو اللي بيلعب الدور ده هتلاقيه بيغطي على الدور الاولاني اللي هو بطل الفيلم، زي عشري كده عمرو واكد في فيلم ابراهيم الابيض كان مغطي على احمد السقا اللي هو بطل الفيلم من ناحيه الاداء التمثيلي. فانا مش هذكر دور عشري في الحلقه دي لان اتكلمت عنه في حلقه افضل 15 دور اول في الالفيه الجديده. في الحلقه دي بنتكلم عن افضل 15 دور تاني في الالفيه الجديده. السلام عليكم، اهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتريب. اصحى يا عم، اصحى وخلي بالك لا اللي جرالي يجرالك. اصحى يا منطقة، بلدنا 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 بلد القنبلة، مصنع الرجالة. اصحى يا عم، اللي اولها المذبح واخرها اسم وفي النص المشرحة، يعني ميت ميت. الدور رقم 15 معانا وهو دور العبقري صلاح عبد الله في فيلم كلاشينكوف بدور طه ابو دقة. طه ابو دقة يتقال له لا لا. صلاح عبد الله من افضل الممثلين اللي لعبوا الادوار التانية في تاريخ مصر وابرزهم. قعدت ادور له كده على دوره حطوره في القايمه دي، فاخترت له الدور المميز ده. كنت محتار اختار له دوره في دم الغزال ولا كلاشينكوف، بس رست على طه ابو دقة. بس قبل ما تمشي عايز اقول لك حاجه مهمه. طه ابو دقة يتقال له لا. يتقال له لا. الدور رقم 14 معانا وهو دور الممثل الجامد جدا اشرف عبد الغفور ربنا يرحمه بدوره في مسلسل جبل الحلال شخصيه حكم. الصراحه كل اللي في المسلسل ده عملوا ادوارهم بطريقه اكتر من رائعه، سواء البطل محمود عبد العزيز او طارق لطفي اللي قام بدور كين او سلوى خطاب او وفاء عامر او ياسمين صبري. كل اللي في المسلسل ده عملوا ادوار رهيبه، وبالذات حكم العظيم اشرف عبد الغفور رحمه الله عليه. يا حكم. دور رقم 13 معانا وهو دور العبقري اللي ما خدش حقه بربع جنيه، ملك الادوار التانية، الممثل الجامد جدا لطفي لبيب بشخصيه راضي اللي قدمها في الفيلم العبقري عسل اسود. راضي ده موجود في كل حي شعبي في مصر. انا كنت فاهم انه بيعدي يوم ويوم لا. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانية. ده فول بصوص ها؟ بالسوس. اوكي يا عم. الراجل اللي بيقول لك معاك دقيقه وياخد التليفون يتكلم فيه ساعه. ممكن اعمل تليفون من موبايلك؟ يا نو بروبلم. اوكي نام بقى عشان ما نطولش. يلا، لا مش هتاخر. مشيت. ايه ده؟ معلش، اصلي دايما اسيب الموبايل في البيت، اكمنها عيانه يعني، فاحب اطمن عليها كل شويه. انا مالي؟ استغلالي جدا وكلب جنيه. عايز اروح فندق اسمه. عايز اروح، ما بركبش مصريين، فورين بس. ليه وايه المصريين مالهم؟ بيفاصلوا ويضحروا ويسجروا في القبيل وبيحوروا في اي هاتش. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. هو انت مصري؟ لا ما دام مش فاهم حاجه هوصلك. صحيح، انا كنت هنسى بكام الساندوتش؟ 60 جنيه. ما ايه يا راجل، كلام فارغ. 30 جنيه بس هتلاقيه جدع وبيقف معاك في الشده. تدرك اجل الرجوله والجدعنه اللي عملتها معايا مع الظابط، انا مش هسيبك في ازمتك. شخصيه عبقريه ومش واخده حقها خالص من ممثل عبقري. خليني دي. مين دي؟ دي نانسي عجرم. دي مصريه؟ لا، من الكويت. انا مش عارف ازاي هعيش كده. عادي، زي ما كل المصريين عايشين. الدور رقم 12 معانا وهو دور الممثل الرهيب والجامد جدا عمرو واكد بدوره في فيلم دم الغزال بشخصيه عاطف. دور قوي جدا من ممثل جامد جدا بيبهرنا كل مره في تجسيد اي شخصيه من منطقه شعبيه، مع ان عمرو واكد في الحقيقه ابن ناس جدا. يعني بص على شخصيه عاطف كده وبص على شخصيه عشري، هتلاقي عاطف عمله بطريقه وعشري عمله بطريقه تانية خالص، ملهمش علاقه ببعض مع ان الشخصيتين من منطقه شعبيه. الدور رقم 11 معانا وهو دور اقوى ممثل في مصر حاليا وهو ماجد الكدواني شخصيه خميس اللي قام بيها في فيلم كباريه. رجلي دي اللي راحت عشانك يا فؤاد، رجلي دي اللي راحت وانا بدافع عنك ولا بتخانق لك يا فؤاد. دور اكتر من رائع من ممثل بيعرف يبقى درامي امتى وكوميدي امتى وشرير امتى وطيب امتى، فبجد ممثل عبقري، فطبيعي هيقدم شخصيه عبقريه. دور رقم 10 معانا في القايمه وهو دور الممثل الجامد قوي محمد فراج في المسلسل القوي جدا اللي مش واخد حقه اطلاقا، مسلسل بدون ذكر اسماء بشخصيه رجب الفرخ. محمد فراج من الممثلين المتمكنين جدا اللي مستحيل تنساله اي دور عمله، لان في كل دور بيسيب بصمه تعلم مع الجمهور.
ممثل محترف جدا. الدور رقم 9 معانا وهو دور العبقري محمود حميدة في فيلم ريجاتا بشخصية ساري. محمود حميدة يا جماعة هو اللي عمل الشخصية دي، بس كده مش محتاجة حاجة تتقال تاني، أكيد شخصية ودور قوي جدا كعادة محمود حميدة. الدور رقم 8 معانا وهو دور الممثل الموهوب جدا أحمد داوود في فيلم ولاد رزق 2 بشخصية عاطف. دقيقة. انا مش هتكلم ولا كلمه ولا تعرفوا تاخدوا مني اي معلومه. انتوا مش قد ولاد رزق ولا تعرفوا تعملوا معاهم حاجه، وشويه هتلاقيهم هنا جايين وهيطربقوا فوق دماغتكم حلمه المصارعه اللي انت فرحان بيها انت وصاحبك ده، اللي اعمل لي فيها اندرتيكر. لما قعدت افكر كده مين اللي عمل شخصيه عاطف احسن، الفيشاوي ولا داوود، لقيت ان طريقه احمد داوود اصعب بكتير من طريقه الفيشاوي في تقديم الشخصيه. الفيشاوي السهل الممتنع، بس شخصيه احمد داوود مشاهدها اكتر واطول واصعب، فحطيتها في القايمه دي. عاطف انت بتستقبل ولا اهبل؟ لا اهبل. دور رقم 7 معانا وهو دور محمد ممدوح الجبار في مسلسل جراند اوتيل بشخصية أمين. ايه العبقرية دي يا محمد يا ممدوح؟ دور وتحدي ومشاهد من أصعب ما يمكن، بس محمد ممدوح أبهرنا بأداء واللي بيشبه الطفل لما بيعيط ولما بيبقى تايسون بيبقى تايسون. ممثل جامد جدا. الدور رقم 6 معانا وهو دور الممثل المجرم مجرم التمثيل خالد صالح بشخصية منتصر من فيلم ملاك اسكندرية. دور مش محتاجين نتكلم عليه وعلى أداء الراحل الله يرحمه خالد صالح اللي ملحقناش نشبع منه. انت عايز سندوتش كفته ده؟ خدت كام يا منتصر؟ هتاكل بقى 2 مليون. بس امال عشان ايه؟ هتاكل بقى يا ادهم. انت عمرها بتاعتي. الدور رقم 5 معانا وهو دور العالمي باسم سمرة في مسلسل الريان بشخصية فتح الريان. شخصية لازم اللي بيكون بيلعبها يكون ممثل ليه قدرات مش عادية. طبعا باسم سمرة من أفضل الممثلين في مصر حاليا. الدور رقم 4 معانا وهو دور ماجد الكدواني في فيلم الفرح بشخصية العسلي النبطشي. اصحي يا منطقة. السلام والحديدة ما بتعملش راجل. احنا نبطشية بس صنايعية. احنا نبطشية بس صنايعية. افضل من قدم دور النبطشي في السينما المصريه. دور ايقوني من ممثل ايقوني. النبطشي ده ليه ابعاد كبيره وكتيره، عشان تقدمه لازم تجيب ماجد الكدواني واللي عمل الدور ده كل الابعاد دي. النبطشي اللي بيطلع يغني ويرقص ويقدم الناس ده لازم يكون بيضحك، بس من جواه هو موجوع جدا وعنده مشاكل نفسيه. ماجد الكدواني عرف يعمل كل ده باحترافيه كبيره جدا. ليه؟ يا ابني الحكايه دي بقى لها 20 سنه، انساها بقى. 20 سنة وانا بتعذب، 20 سنة وانا كل ما ببص في المراية ولا في عين واحد صاحبي بشوفك، 20 سنة وانا بحسس كل يوم على الجرح زي اللي على راسه بطحة، بس دي في وشي، مش منك دي ولا ايه؟ وبنقول متشكرين لعم صلاح وردة ناظر المدرسة وصاحب المريالة، وبنقول له معلش يا عم وردة جرس الفسحة ضرب. الدور رقم 3 معانا وهو دور العبقري خالد الصاوي في فيلم عمارة يعقوبيان بدور حاتم الرشيد الشاذ. بجد بقى حرام ودي ما فيهاش جدال. الزنا دور عبقري ومش اي حد يعمل الفكرة الجريئة دي غير لو كان فنان بجد ما يهموش الانتقادات وكلام الناس السلبي عليه، وده اللي نجح انه يقدمه خالد الصاوي. الخدامين يلعبوا معايا. ازاي زعلان ليه؟ بتبص كده ليه؟ بس الدور رقم 2 معانا وهو دور ماجد الكدواني في فيلم تراب الماس بشخصية العقيد وليد سلطان. دور جبار وأداء تمثيلي رائع من ماجد الكدواني، وأنا بالنسبة لي هو أقوى أداء تمثيلي في الفيلم كله. الدور رقم 1 معانا وهو دور الممثل الجبار صاحب الأدوار العالمية الجامدة جدا الممثل المجرم خالد صالح رحمة الله عليه بدوره في فيلم تيتو بشخصية العقيد رفعت السكري. ما تعرفناش. انا بابا يالا. كمية شر وأداء وقوة في تقديم الشخصية كل ده هتلاقيه موجود عند خالد صالح. شخصية عالمية من ممثل عالمي، معرفتش أشوفها غير رقم 1 في القايمة دي. افهم، عايز تبقى محترم بجد؟ الفلوس هي اللي هتخليك محترم. بس كده، انزل اعمل بقى لايك واشتراك والحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني.